السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليلك الشامل للمغنيسيوم. ايه اعراض نقص المغنيسيوم وايه اهمية المغنيسيوم اصلا في جسمنا؟ مين اكتر الناس اللي عندهم عرضة لنقص المغنيسيوم؟ وايه اكتر سبب يخلي عندنا نقص المغنيسيوم؟ وايه اهم نوع تعتمد عليه في حالتك؟ تاخده الصبح ولا بالليل؟ كل دي اسئلة هنجاوب عليها النهارده. كمل الفيديو للاخر وشير الفيديو لكل اصحابك عشان فيديو مهم جدا. كمل الفيديو للاخر. يلا بينا يلا بينا. قبل ما نعرف ايه انواع المغنيسيوم، تعالى نعرف مين الناس اللي تاخد مغنيسيوم وايه هو المغنيسيوم اصلا. المغنيسيوم ده يا جدعان معدن من اهم المعادن اللي بتخش في 300 وظيفه في جسمنا. المعدن ده يا جدعان بكل بساطه كده عايزك تركز معايا، في عندنا نظامين في جسمنا بيشتغلوا عكس بعض. في نظام اسمه السمباثيك وفي نظام اسمه الباراسمباثيك. نظام السمباثيك ده المسؤول عن النشاط والحيويه والتركيز وانقباض العضلات وقوه ضخ الدم في العضلات علشان يبقى عندك طاقه وحيويه. عكسه خالص نظام الباراسمباثيك المسؤول عن النوم والهدوء والراحه وانبساط العضلات وجسمك يبقى مرتاح كده وريلاكس. طب دلوقتي مين المعدن المسؤول عن السمباثيك ومين المعدن المسؤول عن الباراسمباثيك؟ المسؤول عن السمباثيك هو الكالسيوم. الكالسيوم هو اللي بيشغل لنا السمباثيك ويخلي عندك قوه انقباض في عضله القلب وضخ الدم في القلب والتركيز يزيد في المخ. اللي عكسه خالص بقى المغنيسيوم المسؤول عن الباراسمباثيك. يعني كده المغنيسيوم بيعاكس شغل الكالسيوم. طب المغنيسيوم ده يا جدعان فايدته ايه؟ هو اللي يعلي عندنا الباراسمباثيك سيستم، يعني الهدوء، يعني الراحه، يعني الناس اللي عندها مشكله في النوم. شايفك اللي عندك مشكله في النوم، يعني الناس اللي عندها مشكله في الجهاز الهضمي وعندها امساك مزمن. الناس اللي عندها امساك مزمن معدن صغير زي المغنيسيوم يحلها لك. بدل ما تمشي على ادويه امساك طول حياتك دور على المغنيسيوم. ممكن يبقى عندك نقص مغنيسيوم. الناس اللي عندها اضطراب في القلب وعندها توتر وعندها قلق، الناس اللي عندها ضغط دم عالي، المغنيسيوم ممكن يحلها لك. الناس اللي بتمشي على ادويه ضغط بشكل مزمن لو ما عندهاش اي مشكله عضويه في القلب او في الاوعيه الدمويه ممكن بس المغنيسيوم يحل لك مشكله الضغط العالي دي. الناس اللي عندها كرامبات في عضلاتها وعندها دايما شد عضلي، الناس اللي عندها عضلاتها وجعاها وعندها همدان، الناس اللي عندها تصحى الصبح مش عارفه تكمل نومها عشان مخزون الطاقه عندها فاضي وما عندهاش طاقه تخلي عندك اليوم يكمل بشكل طبيعي، المغنيسيوم يحل لك كل المشاكل دي. المغنيسيوم معدن بسيط بس مهم جدا، بيخش تقريبا زي ما قلنا في 300 وظيفه، بيخش في عمليات حيويه ككوفاكتور او مساعد في العمليات الحيويه والانزيمات اللي بتشتغل في جسمنا. ركزوا يا جماعه في المغنيسيوم، هتلاقيه معدن يحل لك مشاكل انت مش واخد بالك منها. تنبيه مهم جدا قبل ما نبدا ناخد مغنيسيوم لاربع اشخاص: الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، الناس اللي عندها ضغط وبتاخد ادويه ضغط، المغنيسيوم ممكن يقلل لك ضغطك زياده عن اللزوم، الناس اللي ماشيه على ادويه غده درقيه ممكن يحصل تفاعل بين المغنيسيوم والادويه دي تقلل امتصاص الادويه فبالتالي يعمل لك مشاكل في الغده، والناس اللي بتاخد مغنيسيوم بجرعات زياده المغنيسيوم ممكن يعمل لك مشاكل ان يزود عندك الاسهال ويزود عندك اضطراب في العضلات او اضطراب في عضله القلب زياده عن اللزوم. لازم ناخد الجرعات المناسبه لجسمنا، تبقى تقريبا من حوالي 200 ل 400 مللي جرام، لان احنا اصلا في مصادر طبيعيه للمغنيسيوم اللي احنا ممكن ناخدها. ايه المصادر الطبيعيه اللي ممكن ناخدها من الاكل؟ اول حاجه عندك المكسرات، تاني حاجه عندك الخضروات والحاجات الخضراء زي الافوكادو او الخضروات الطبيعيه. كمان حاجه البذور من اكتر الحاجات اللي فيها مغنيسيوم. معلش قبل ما نبدا الانواع بتاعه المغنيسيوم لازم نعرف ايه اسباب نقص المغنيسيوم. اول حاجه عندنا الناس اللي عندها مقاومه انسولين او عندها مرض سكري النوع الثاني بالذات، الناس اللي عندها دايما اخراج في البول، الناس اللي دايما عندها مشكله في حته الانسولين دي. ليه بيحصل عندهم نقص مغنيسيوم؟ اول حاجه المغنيسيوم والبوتاسيوم عندنا بيخرجوا مع البول، طب انت كده بقى عندك نقص مغنيسيوم. الناس اللي عندها مقاومه انسولين والانسولين ما بيعرفش يشتغل كويس على الخليه، الانسولين مهم جدا للمغنيسيوم علشان يخش جوه الخليه ويشتغل. طب الانسولين عندك فيه مشكله يبقى عندك نقص مغنيسيوم. تاني حاجه الناس اللي بتاخد مضرات بول وتزود عندك اخراج البول زي ما قلنا وتزود عندك نقص المغنيسيوم. تالت حاجة الناس اللي بتلعب رياضة بشكل عنيف وبتزود عندها إخراج السوائل في جسمها برضو بيبقى عندها نقص مغنيسيوم. رابع حاجة عندنا الناس اللي بتاخد أدوية فيها فلورايد.
الفلورايد بيخش جوه جسمنا بيتفاعل مع المغنيسيوم، يعمل لك مركب اسمه مغنيسيوم فلورايد يقلل لك شغل المغنيسيوم. طب ايه الادويه دي؟ اول حاجه الناس اللي بتاخد ادويه اكتئاب، الناس اللي بتاخد ادويه كوليسترول، الناس اللي بتاخد ادويه بتحتوي على السيبروفلوكساسين، كل الحاجات دي بتزود عندك الفلورايد، تتفاعل مع المغنيسيوم، تقلل لك شغل المغنيسيوم. تعالى بقى نخش على انواع المغنيسيوم. اول نوع عندنا اللي بيشتغل على القلق والتوتر ويحسن جودة نومك، والناس اللي عندها كرامبات ومشاكل في العضلات يزود الانبساط والريلاكس في العضلات، المغنيسيوم جلايسينات. طب ما هم نعرف ناخده الصبح ولا بالليل؟ انت عايز تخش تنام فاكيد هتاخده بالليل، تاخده قبل النوم بساعة او ساعتين، يزود عندك امتصاص المغنيسيوم كده قبليها، فيزود عندك النوم والراحة. تاني نوع عندنا اللي بيشتغل على الجهاز الهضمي ومشكلة الامساك تحديدا، الناس اللي عندها امساك تاخد ايه يا جدعان؟ تاخد مغنيسيوم ستريت. طب ناخده الصبح ولا بالليل؟ هو مش هيفرق الصبح ولا بالليل، بس يفضل ان انت تاخده الصبح عادي. ولازم نخلي بالنا في المغنيسيوم ستريت الناس ما تاخدش جرعه عاليه منه، عشان ممكن بدل ما يبقى عندك امساك يبقى عندك اسهال. تالت نوع عندنا واللي بيشتغل على العضلات واللي بيشتغل على مشكله متلازمه التعب المزمن اللي هي فايبروماليجيا، هو ايه يا جدعان؟ المغنيسيوم ماليت. تاخده الصبح علشان تزود عندك الطاقه والنشاط والحيويه، فتخلصك من مشكله التعب والهمدان ده، وتزود عندك النشاط. رابع نوع عندنا واللي بيشتغل على مشكلة الضغط، الناس اللي عندها مشكلة صداع نصفي باستمرار، الناس اللي عندها مشكلة في الضغط العالي، الناس اللي عندها مشكلة في الخفقان وضربات القلب السريعة، هو ايه؟ المغنيسيوم توريت. المغنيسيوم توريت هو اللي هيحل لك المشاكل دي كلها، تاخده الصبح برضه. خامس نوع عندنا واللي بيشتغل بايده جوه الميتوكوندريا اللي هو مصنع الطاقة، ويزود عندنا الاي تي بي، يعدي بنفسه الحاجز او الكمين اللي موجود بين الدم والمخ اللي هو البلاد برين بارير، ويشتغل بايده ويزود عندنا الطاقه والحيويه والنشاط. علشان كده هو غالي المغنيسيوم سيريونيت. المغنيسيوم سيريونيت يزود عندنا الاي تي بي بشكل فعال، ويزود عندنا الطاقه والحيويه. في نوع بيشتغل برضو زي السيريونيت، بيزود عندنا الطاقه والحيويه والنشاط، بس ما بيعديش بقى الميتوكوندريا ويخش جوه المخ والكلام ده، لا هو بيزود بس الاي تي بي. عندنا المغنيسيوم اورتيت بيشتغل نفس السيريونيت، هو ارخص منه شويه بس ما عندوش امكانيات السيريونيت. في نوع اخير عايزين نتكلم عليه، المغنيسيوم اوكسيد، وده اكتر نوع هتلاقيه منتشر في السوق بتاعنا. ليه هو منتشر؟ لانه هو ارخص نوع موجود فيهم، بطيء الامتصاص، بس حلاوته ان هو يعني ممكن العيب بتاعه يبقى ميزه في حته الامتصاص بتاعته، بدل ما يمتص يخش جوه الدم يفضل موجود في القولون بتاعنا، فيسهل مشكله الامساك المزمن. قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا، في عنصرين مهمين جدا بيزودوا عندنا امتصاص المغنيسيوم ويزودوا شغل المغنيسيوم. اول حاجه ملك الفيتامينات فيتامين د. تاني فيتامين مهم جدا فيتامين بي 6. بس كده الحلقه كانت حلوه، اعتقد ان هي عجبتك. دوس لايك وشير الفيديو لكل اصحابك عشان حلقه مهمه جدا، واشترك في القناه. يلا سلام.